حضر السفرة الأربعة، يمكن فوزي ومراته يجوا على الغداء. حاضر يا فندم. إيه ده يا عثمان؟ ساعة مين دي؟ ساعتي؟ اخص عليك يا عثمان، بعد خدمة 15 سنة تمد ايدك وعلى ايه؟ على ساعة البيت دهب؟ ما هو اللي ادهاني يا فندم. ادهالك ازاي؟ مرة بقدم له الشاي لقيته جالحها وعلى طول دراع رحميها، ميلت جبتها له قال لي انا مش عايزها، صوتها بينرفزني. هي الساعة ليها صوت؟ ما قبل ما يرميها يا فندم كان حاططها على ودنه. أنا أخدت من وقتكم كتير؟ لا أبدا، ده أنت حضرتك شرفتنا. معلش، اعذروني إذا كنت بدقق في كل بند من بنود العقد. أصل في الحقيقة فلوس الدعاية دي أنا كان ممكن أوفرها على نفسي، عشان كده وأنا بدفعها لازم أبقى عارف إيه الفايدة اللي هجنيها من وراها. من حقك. اتفضل عادي. ميرسي. طرأ على ذهني سؤال صغير. يا أستاذ، أنا في لقاء سابق جاوبتك على جميع الأسئلة. حصل، بس ما أظنش إن ده يمنع إني أسأل مدام سميحة سؤال صغير. مش هي اللي هترسم الإعلان؟ اتفضل. ممكن الجزء الأعلى كله من الشريحة الإعلانية يبقى مرسوم أشخاص مبتسمين في سعادة، وفي إيد كل واحد منهم علبة كريم مورانو. انا في الحقيقه لسه مش عارفه هرسم ايه. جايز مرسمش اشخاص، يمكن ارسم حاجه تانية خالص. طيب وإذا كانت دي رغبتي؟ سيب مدام سميحة تفكر لك في حاجة جديدة، وتأكد سيادتك هتكون مبسوط قوي من النتيجة. أوكي. طرأ على ذهني نقطة مهمة جدا لابد أضيفها. يا ريت بكلمتين ظراف نقول للجمهور إن كريم مورانو ده كريم غير عادي، ما اتعملش قبل كده هنا وما اتعملش كمان بره. طبعا الجمهور هيقول في عقل باله وهي دي معقولة؟ هنا بقى يجي دور الدعاية الذكية. هنا بقى يجي دور النصب والضحك على عقول الناس. ايه؟ الله 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 الله، ايه ده يا مدحت؟ انت اسمك رشوان ايه يا جدع انت؟ اكيد رشوان البرجاني. ايه الجنان اللي بتقوله ده يا جدع انت؟ في كريم يا برجاني يعالج حب الشباب عند المراهقين ويفرد تجاعيد الوش عند المسنين. في كريم يبيض البشرة. كانت التفرقة العنصرية اتلغت من العالم، لكن النصابين لهم نص الدنيا. اتفضل قعدك اهو 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 اهو. ايه ده يا مدحت؟ انت اتكلمت؟ سيادتك زعلان قوي كده ليه؟ ما انت لو موافق على اللي بيقوله تبقى برجاني زيه. بقى انت مقتنع ان في كريم للوش يكبر ويصغر ويبيض وينعم ويطرب وينظف؟ ليه نضحك على عقول الناس؟ ليه؟ ما كفايه البرجاني ضحك على 30 واحد، عايزيننا نضحك على 30 مليون؟ حرام يا عالم، مش كده؟ كفايه ضحك على عقول الناس. مين اللي بيزعق؟ هيكون مين يعني؟ المسكين اللي نقوا عليه جابوه الارض. لكن ده بقاله مده اعصابه هاديه، لا بيتخانق ولا بيزعق. لكن ما رجعش زي الاول. فين مدحت بتاع زمان؟ ده اتبدل يا حرام بواحد تاني. ربنا يشفي. استاذ يوسف، ايه الحكايه؟ بيزعقوا ليه؟ ما حدش كلمني في الموضوع ده خالص، انا هاخد السيناريو بتاعي وماشي. هي ده شركه الواحد يشتغل فيها؟ هشتغل ازاي وسط مجانين؟ ايه الحكايه؟ هو كله هشت. السلام عليكم. استنى يا يسري، انا عايزاك. ممكن توصل مدحت لغايه البيت؟ يا فندم؟ اكرر طلبي تاني ولا عايزني اترجاك؟ مدحت تعبان يا يسري، ودولت عندها ظروف صعبه النهارده بالذات، وحسني وصل البنك. وانا خارج عندي تصوير خارجي. كده يا يسري؟ عاوز انا اوصله ازاي بس وهو في الحاله دي؟ افرضي شبط فيا وانا بسوق، نعمل حادثه. بتقولي لي ايه عليا؟ ها؟ ده احنا ما بنتكلمش عليك خالص، ده احنا بنتكلم في موضوع بعيد عن الشغل واللي في الشغل. بتكذب كداب بايخ ودمه تقيل زيك. الله يسامحك. ما قلتش حاجه انا بقى.
روح يا يسري شوف اللي وراك. مدحت اديني نمرة تليفون البيت علشان هطلب المدام. كل ما اطلب الشركه تديني مشغول. طب ما تتصلي بيه في الدايركت يا طنط. الدايركت في اوضه المدير والمدير عنده لجنه. يا ست يجي على مهله، هو احنا غرب؟ ايوه بس انا جوعتكم معايا. اتغدوا انتوا انا هستناه. وماله؟ فيها ايه لما المدام تعرف انك تعبان وتيجي بنفسها تاخدك بالعربيه؟ لا مش عايزك تعرف، بلاش. عجايب، خايف عليها ومش خايف على نفسك. استاذ مدحت، ده انت ايدك مش قادره تشيل السيجاره، ازاي رجليك هيشيلوك لحد ما توصل البيت؟ بس اتحلت، لسه محمود هيوصلك بعربية الشركة لحد البيت. متشكر قوي، كتر خيرك يا سميحة، كتر خيركم كلكم. يلا يا استاذ مدحت. أسطى محمود. نعم. خلي بالك منه قوي يا أسطى محمود. ايه اللي عملتيه ده يا مدام؟ ده احنا جدعان مش اي كلام. لما في ناس كتير أي كلام والاسم ناس بتقول لهم يا أستاذ. قصدك على يسري؟ يا ستي ربنا ما يحمك حد لحد. ألو. أيوة يا فندم، مدحت لسه نازل، هيكون عند حضرتك بعد 10 دقايق. أنا سميحة. الله يخرب بيتك يا برجاني. اتفضل سينا يا استاذ، انت من اول ما ركبت انت قلت البرجاني. برجاني الاول برجاني الثاني، هو برجاني واحد؟ دول كتير والناس غلابه يا عيني، لو كانوا برجانيين كانوا قدروا يعيشوا. الله يخرب بيتك يا برجاني. استنى عندك. اتفضلي يا ست موصلة. يا فندم الحق يا عبد. موصلة فين يا استاذ؟ دي عربية المصلحة. بتقول ايه يا مدام؟ انت وقعتك سودة يا عم، سيبك منه ده تعبان. انت ليه فهمتني غلط؟ اتكل وامشي ربنا يسهلنا. انا عارف ازمة المواصلات وعارف ان مفيش حد فيكم عنده عربية. هو انتوا برجانية؟ صدقوني يا ناس انا عايز اساعدكم. لو اي حد فيكم عايز يركب العربية يتفضل. ايه حكايتك يا جدع انت؟ وانت ايش حشرك انت؟ واقف ولامم الناس حواليك ليه؟ مين يطول الناس تتلم حواليه بدل ما يهربوا منه؟ يا ناس صدقوني انا بحبكم. يا ناس انا عايز اخدمكم. انا عارف عينه والنيل، لكن عينك دي انا هبقى لك عشان تحرم تلاقي حاجتك على الناس. انت بتقول يا مجنون؟ انا اللي مجنون؟ ها سايبيني نازل ودوني مستشفى. الاستاذ مدحت اتجنن الرسمي يا سعاده البيه. بتقول ايه؟ هو فين؟ في الاسم. مدحت، انا مش مصدقه اللي سمعته، مش مصدقه عينيا. هي حصلت الاسم يا مدحت. هو ما دخلش مستشفى قبل كده؟ اطلاقا يا فندم، دي مجرد حالة عارضة. عموما احنا طمعانين في انسانية سيادتك ان احنا نلم الموضوع لو امكن، طالما انه يعني ما تعداش على حد لا بضرب ولا بشتيمة. واوعدك انه الليلة دي هينام في مستشفى للاعصاب، بس مستشفى خاص على حسابنا. لا مش هاخد حقن، انا قلت حاضر كتير لكن هنا هقول لا.